ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ انا عمرو عبد الرحمن. ان شاء الله في الفيديو هيكون اخر فيديو شهاده بوستر خالص وخلاص كده احنا انهينا السلسله. والفيديو ده هو بسيط جدا، بيتكلم عن ان انت ازاي انك ترسم الفيجرز اللي موجوده هنا دي برضو، وابعاد البوستر ازاي انك تعملها، ازاي انك تحدد ابعاد السلايد نفسها، وازاي برضو انك تعمل الحاجات دي، لان برضو في ناس يعني غالبا هم هيبقوا لسه اول مره يتعاملوا مع باوربوينت، فمش هيبقوا عارفين ازاي الحاجات دي اصلا بتتعمل. تمام. فهنخش في الفيديو بتاعنا. اول حاجه ايه، انا هعمل بلانك برزنتيشن. هيجيب لك الصفحه دي. تمام. فانت هتقعد تقول ازاي تشتغل بقى ومش عارف ايه وكده، فهو بسيط جدا، تخش على الاي اوت، تخش على بلانك. تمام. ازاي بقى ان احنا دلوقتي نعدل على السايز بتاع البرزنتيشن نفسها. يعني هنا البرزنتيشن هي تحس ان هي فعلا بتعدل عليها ان هي طويله وعريضه ومش عارف ايه وكده. فهنا عشان تعدل عليها انت بتخش هنا على سكشن الديزاين، على سلايد سايز، على كاستم سلايد سايز. هنا بنخش على معلومه بس نسيت اقولها يا شباب، ان البوستر بتاعنا كان الابعاد بتاعته كانت 120 عرض و140 طول، وغالبا دي خلاص دي اقصى يعني ابعاد تقدر انك توصل لها، لان كده كده اصلا باوربوينت مش هيخليك انك توصل لاعلى من دول. تمام. ف وبرده انت لو قليت فمش مشكله عادي، وعلى حسب الكود بتاع البوستر بتاعك. احنا اصلا كنا عاملينه بالابعاد دي عشان احنا الكونتنت بتاعنا كنا عايزين يبقى واخد راحته قوي في الكتابه وبرده ما يبقاش فيه تنوع في احجام الفونت مثلا في البوستر بتاعنا. يعني مثلا ما يبقاش فيه الابستراكت تبقى الفونت بتاع 25 عادي عشان صغيره، لكن مثلا نقول الميثودولوجي تبقى 20 بسبب ان اللي هو فيها كونتنت كتير. فاحنا قلنا ان احنا نكبر المساحه شويه عشان ايه، يعني يبقى واخد راحته بس شويه. فدلوقتي بقى ايه، احنا نضغط على سلايد سايز، ايه كاستم سلايد سايز، وهنا بقى هتبقى مشكله او مش مشكله قوي يعني، بس ما علينا. هنا الجهاز دلوقتي متحدد على ان هو اليو اس سيستم. تمام. مش الميتريك سيستم. الميتريك سيستم ده اللي هو الدقيق عامه قوي في يعني انت هتجيب السنتي بالظبط. تمام. يعني بدل مثلا ما انا دلوقتي اقول ان انا عاوز احسب ال 120 سنتي، فبدل ما اقسمها على 2 ونص، فلا هنا مثلا في 48 انش، 48 انش، لا فانا هقول مثلا دلوقتي ان انا عاوز اكتب 120 سنتي. فلو كتبت هنا 120 مش هيقول لي، مش هيرضى اصلا، هيجيب لي 12 لان هو اصلا الماكسيمم بتاعه 56. وازاي بقى اصلا انك تعدل على الجهاز بتاعك عشان تخليه ان هو المترك سيستم. تمام. فانت تخش على الكنترول بانل، وهنا تخش هنا على التشينج ديت تايم اور نمبر فورماتس، تخش على اديشن انفورميشن، تخش هنا على الميجرمنت سيستم تخليه متريك سيستم. بعد كده ابلاي. بعد كده ايه، اخش تاني، نقفل، نفتح، هيكون بالسنتيمتر. خدت بالكم؟ بالسنتيمتر. ساعتها بقى هكتب هنا بقى براحتي الويدث بقى. عاوز اخليه مثلا 120، والهايت يبقى 140، ونشوف ات. بص هنا، خلاص نقفل دي بقى عشان هو كان يقفل. فهنا الاتنين بقوا بالظبط بيكال بالظبط، يعني نفس ايه، نفس الابعاد. بس فدي ايه الطريقه اللي احنا عرفنا ان احنا بيها ازاي ان احنا نعدل على الابعاد بتاعه السلايد، وفي نفس الوقت برضه تكون دقيقه بالظبط من غير ما انت ايه تخش في حساب الانش بقى ومش عارف ايه وكده. تمام. تاني حاجه الفيجرز. او حتى قبل ما نخش على الفيجرز خلينا نخش في الحاجات اللي هي السهله قوي دي، اللي هو عايزين ان احنا نعمل اللاين الداش ده. فانت عادي بتخش هنا اهو على الشيبس، تخش هنا على اللاين، وترسم اللاين بتاعك. تمام. بتخلي هنا بتغير من هنا اللون بتاعه، او بتغير من هنا اللون بتاعه. وبرضه في نفس الوقت انت عايز تخلي اللاين يبقى الويت بتاعه تقيل شويه، بتخش هنا على ويت. بعد كده بتخش مثلا على 6 بيكسل. 6 بيكسل ده كتير قوي على فكره، بس عشان انا بس ايه يعني عامل زوم اوت بس، فباين ان هو خفيف، لكن هو لا هو كبير قوي. يعني أنا اصلا ده هنا هيكون مثلا غالبا 2 او 2 ونص حاجه زي كده. فين شيب فورمات، شيب اوت لاين، الويت، هو 2 وربع، ده كمان اقل. واحد، هو واحد يعني بس. فهو 6 ده يعني تقيل جدا، فانت اخرك عشان يبقى ديزاين يعني بشكل كويس تخليه واحد، واحد ونص كده اهو. تمام. بس وعشان بقى تخليه بقى ايه الشكل الداشت بتاعه، بتضغط هنا اهو عليه شيب فورمات، بعد كده شيب اوت لاين، بعد كده هنا الداش. تختار هنا اهو الداش، وهتلاقيه بقى شكله داش عادي. وفي اصلا اكتر من شكل، يعني مثلا مش انت مش ريستريكتد بالشكل ده اكيد يعني، انت عندك هنا كذا شكل اهو، مش اللي يعجبك حطه عادي يعني. بس ازاي بقى نعمل احنا هنا بقى ايه المربع ده ونكتب هنا جواه الكلام؟ فهو بسيطة برضه. نجيب هنا اهو دي، نرسم مربع، بعد كده نخلي الفيل يبقى نو فيل، بعد كده اوت لاين مثلا نخلي اللون بتاعه اخضر، بعد كده نصغر اهو. بعد كده ايه، نجيب بقى انسرت، بعد كده ماشي هنا تكست بوكس، اكتب مثلا فيه abstract، خلي هنا مثلا رمز لون، بعد كده اكبر، احطها هنا اهو كده، واخلي بولد، واخلي دي كده اهو عليه. بس كده. تمام. هي بسيطة جدا النقطة. خلاص نبتدي بقى إن إحنا نخش بقى على أهم حاجة فيهم،
اول حاجه الفيجرز دي احنا كنا بنعملها ازاي؟ انا كنت بفتح جوجل عادي واقول مثلا دلوقتي اردوينو بورد with AD8232 sensor. تمام، اخش هنا على الايمجز، كان بيجيب لي الصور دي. فيعني مثلا ده السنسور اللي احنا استخدمناه في الحقيقه، وده الاردوينو بورد. فانا كنت مثلا بجيب الصوره دي باخدها كوبي وايه بعملها انسيرت عندي. تمام، بعد كده بجيب مثلا دلوقتي اقول اردوينو بورد فوتو مثلا، هجيب مثلا جايب صوره تبقى واضحه قوي ليها، مثلا الصوره دي خدها كوبي. تمام، و هنا AD8232 سنسور، او هنا ECG سنسور فوتو. الصورة دي واضحة خلاص، دي صورة على أمازون مثلا ناخدها كوبي. تمام، أهم حاجة بقى بعد ما أنت تاخد الصورة بتخش هنا على موقع اللي هو باك ريموفر. الموقع ده أنت ممكن أصلا دلوقتي عادي، هو كده كده أصلا الصورة موجودة عادي في الكليب بورد. تمام، فمش شرط إن أنا أحملها وأجي حاططها، أنا هاخدها عادي كوبي وأعمل كنترول في عادي وأنا مكاني، هلاقيه أصلا دخلني عادي على إيه الصفحة اللي بيشيل فيها الباك جراوند. تمام، هنا هو إيه شال الباك جراوند خلاص، اعمل لها داونلود بس كده، تاخدها دي حاططها عندك. أنا مثلا خدتها أهو وحاطينها هنا من غير باك جراوند خالص. تمام، بس لكن هنا ايه، هنا فيها باك جراوند. يعني مثلا لو هنا فيها باك جراوند، يعني انا حطيت دي على دي عشان يبان هنا ان في حته بيضاء، لكن لو حطيت دي على دي عادي يعني مش هيبقى فيه اي حاجه خالص. وكذلك برضو مع ايه الاردوينو بورد. هنا هخش على الكليب بورد، اختار مش محفوظه خلاص، يعني نرجع خطوه لورا، نرجع خطوه لورا كمان، ناخد دي كده كوبي، بعد كده ايه اعمل كنترول في اهو داونلود خلاص كده، اخد هنا اهو. فهنا دي اللي فيها خلفية بيضاء ولا ايه؟ استنى، تبلند فورورد سنتو باكيورد، دي اللي فيها الخلفية ودي اللي فيها الخلفية. فخلاص دول ايه، دول النضاف اللي مفيهمش اي خلفية خالص. تمام، فدلوقتي انا كنت بجيب الفيجر اهو، واشيل من ده كمان الخلفية اكيد، عشان ايه نسيت برضو اشيلها منه. نرجع خطوة لورا خطوة لورا، بعد كده ايه نجيب ده عشان ده اللي احنا استخدمناه كوبي، بعد كده نحطه هنا، شايل الخلفية خلاص، نعمل داونلود، نجيب دي ونحطها هنا اهو، نمشي دي بس كده. وبعد كده تيجي جاي بقى ايه السنسور بتاعك، هنا انت هتلاقي ان هي راجعه لورا، فانت بتخش هنا اهو، بتخش هنا على دي على البيكتشر فورمات، تعمل برنت فورورد او ايه تخلي دي سنتو باكورد لو مشتغلتش بس كده، وتصور دي كده. طبعا انت بقى ايه تقعد تظبط فيها بقى، ويبقى ليك يعني خلقك يبقى طويل شويه، عشان بجد انت هتتخانق طول ما انت قاعد بتعمل كده. بس يعني كده ظبطت، ودي خليها تبقى برنت فورورد اهو، وتكبر فيها بس كده. تاخد الفيجر ده كده كله على بعضه، تعمل كنترول جي تبقى جروب واحد، و... ومثلا لو عملنا هنا كنترول اكس وخدنا هنا ده عندنا، فهو بقى لا يختلف اي شيء عن التاني، غير بس ان البوردة دي سودا ودي زرقاء بس حرفيا. فهو ده. وطبعا انا لو عاوز اجيب مثلا الصورة بتاعت البوردة الزرقاء، اجي واخدها كده اهو كوبي، واجي شايل دي واقعد اكبر في دي هنا بس. فهمتوا؟ هو ده بس ايه يعني الفكرة، دي فكرة الفيجرز يعني. بالنسبه مثلا للفيجرز دي فدي فيجرز اصلا احنا كنا جايبين ريسيرش بيبر، فهو يعني انا باخد مثلا سكرين شوت. السكرين شوت باخدها ازاي؟ باخد على ويندوز شيفت اس عادي، وباجي ايه محدد على الحته اللي انا عايزها. تمام، او مثلا ويندوز شيفت اس وعاوز اخد لي الفول سكرين كده، خدت ايه الفول سكرين. تمام، بس فانت بتفتح السكرين شوت، تفتح البيبر وتاخد سكرين شوت مثلا للجزء ده. تمام، فانت بتاخد سكرين شوت عادي. اظن كده خلاص كل حاجه اتشرحت في البوستر، من اول الابستراكت لحد الديزاين. وطبعا لو حد عنده اسئله جوه الواتس تحت الديسكربشن يقدر ان هو يسال براحته عادي. وبس كده، اشوفكم في الفيديوهات الجايه، سلام.